تحت الرمال وتحت الطين وتحت صرخات الزمن اللي راح من آلاف السنين، في أماكن في مصر محدش يعرف عنها حاجة. مدن كاملة اختفت، مدن كان فيها ملوك وأسرار وكنوز، ولا زمانها واتنست مع الوقت. بس دلوقتي العلم بيكتشفها بالتدريج، وهنعرف ازاي. ده مش فيلم خيال علمي، دي حقيقة. حفريات العلماء في مصر كل يوم بتطلع بجديد، وبيكتشفوا أماكن كانت أسطورة بس دلوقتي بقى ليها أدلة وليها آثار وليها حكايات تخلي الشعر يشيب حرفيا. فاستعدوا لأننا هنغوص في أعماق التاريخ، وهنكتشف مع بعض أشهر المدن المفقودة في مصر، واللي اتغطت بالرمل واتسرق كنوزها وانتهى ذكرها لحد دلوقتي. وأول مدينة هنبدأ نتكلم عنها في حلقة النهاردة هي مدينة هيراكليون، أو زي ما العلماء بيطلقوا عليها اسم أطلانتس المصرية. تخيل انك عايش في مصر من 2000 سنة وتيجي تقول لحد هيراكليون، هيضحك في وشك ويقولك دي أسطورة. بس الحقيقة المدينة دي كانت موجودة فعلا، وكانت من أعظم الموانئ في التاريخ. هيراكليون أو سونيس بالاسم المصري القديم كانت مدينة تجارية ضخمة مليانة معابد وتماثيل ذهب وسفن من كل حتة في البحر المتوسط. بس فجأة اختفت، ولا حد عرف عنها اي حاجة، لحد ما في سنة 2000 مجموعة من المستكشفين وبالتحديد الغواصين اكتشفوا حاجة غريبة تحت المية قرب محافظة الاسكندرية. لقوا تماثيل عملاقة وعملات ذهبية ومعابد كاملة تحت البحر، وده لأن المدينة كلها غرقت بسبب زلزال أو فيضان مفاجئ، وفضلت مدفونة تحت الطين لحد ما طلعت تاني. دلوقتي احنا بنتكلم هنا عن كنوز حقيقية مش أفلام، وتماثيل لآلهة مصرية بطول 5 متر، ومجوهرات ومراكب كاملة. كل ده كان تحت المية منسي لحد ما قدرنا نكتشفه. ودلوقتي بقى هنبدأ نتكلم عن مدينة أون، أو زي ما بيطلقوا عليها اسم مدينة الشمس. في مكان قريب من القاهرة دلوقتي كان في مدينة قديمة اسمها مدينة أون أو مدينة هليوبلس، مدينة الشمس، المكان اللي كان بيعتبر مركز العلم والدين في مصر كلها. بس للأسف المدينة دي ضاعت، مش لأنها اختفت، لكن لأنها اتسرقت حرفيا. أغلب حقارتها اتنهبت بيها لأماكن تانية، يعني الآثار الحجرية اللي كانت فيها اتنهبت لأماكن تانية. حتى الآثار اللي لقاها العلماء دلوقتي مش موجودة في مصر، بس موجودة في متاحف بره. تخيل انك تلاقي مثلا مسلة مصرية قديمة في روما أو باريس. ده اللي حصل فعلا، مدينة كاملة اتبدلت وبقى ليها آثار متنطورة في العالم كله. بس برضو في حاجات لسه موجودة فيها. زي ايه؟ زي المعبد اللي اكتشفوه تحت حي المطرية في القاهرة، وده بيثبت ان المدينة العظيمة دي ما كانتش أسطورة، لكنها كانت حقيقة واتنست مع الوقت. ودلوقتي بقى هنبدأ نتكلم في واحد سيوة، المدينة اللي بتحكي لغز الإسكندر المنسي. كلنا عارفين الإسكندر الأكبر، بس هل تعرفوا إن في سر كبير جدا متعلق بآخر أيامه؟ وده السر اللي موجود في واحد سيوة في مصر، في معبد آمون اللي موجود في مدينة سيوة. الإسكندر جه هنا عشان يكلم الكهنة ويستشير الآلهة، وبعديها بفترة قليلة جدا اتوفى. بس لحد دلوقتي محدش عارف بالظبط ايه اللي حصل في سيوة، ولا ايه اللي قالوا الكهنة. المدينة دي فيها أسرار عمرها 2000 سنة، وفيها مقابر منسية وكتابات غامضة على الجدران، وحتى في ناس بتقول ان فيها كنوز الاسكندر المفقودة. بس الاهم من الكنوز هو الاسرار اللي ممكن تغير التاريخ، لان لو عرفنا ايه اللي حصل في مدينة سيوة بالظبط هنفهم اللغز اللي خلى اعظم قائد في التاريخ يموت بشكل غامض. ودلوقتي بقى هنبدأ نتكلم عن مدينة دهشور، الهرم المنسي واللعنات المخفية. كل الناس عارفة اهرامات الجيزة، بس مين فيكم
سمع عن الهرم المخفي في دهشور. ده الهرم الغريب اللي شكله مشوه تقريبا وواقف لوحده في الصحراء ومحاط بأسرار مخفية. وفي ناس بتقول ان الهرم ده كان تجربة فاشلة للمصريين القدماء، وناس تانية بتؤمن ان في لعنة لان كل اللي حاول يكتشف اسراره ماتوا او اصابهم الجنون. بس الحقيقة ان دهشور كلها مدينة مفقودة، وفيها اهرامات تانية مدفونة تحت الرمل، وفيها مقابر ما اتفتحتش لغاية دلوقتي، وفيها الغاز عمرها الاف السنين لسه منتظرة حد يقدر يحلها. ودلوقتي بقى هنبدأ نتكلم عن ابو صير، مقبرة الملوك اللي اتسرق منها كل حاجة. يعني ايه تكون ملك وتبني لنفسك هرم ضخم وتدفن فيه كل دهب مصر، وبعد آلاف السنين تلاقي ان كل ده اتباع في السوق السوداء؟ ده بالظبط اللي حصل في منطقة ابو صير، في مكان قريب من مدينة سقارة، في مجموعة اهرامات صغيرة، ودي كانت مقابر لملوك الأسرة الخمسة. ناس كانوا عايشين في وقت ما مصر كانت في قمة قوتها، بس للأسف اللصوص فضلوا ينهبوا في المقابر دي مئات السنين لحد ما بقت أطلال. بس في سنة 2020 مجموعة من العلماء المصريين اكتشفوا صدمة، لقوا مخبأ سري مليان برديات عمرها 4500 سنة، وفيها تفاصيل عن الحياة في مصر القديمة، عن القوانين وعن التجارة، وحتى عن اللعنات اللي كان الكهنة بيحطوها على اللصوص. وفي نص البرديات دي في كلام عن كنوز مفقودة لسه مدفونة في المنطقة، بس محدش يعرف فين بالظبط. عشان كده ابو صير لغز لسه محتاج حل لحد دلوقتي. ودلوقتي بقى هنتكلم عن اخر مدينة معانا في حلقة النهاردة، وهي مدينة كانوب، حفلة الآلهة اللي غرقت في البحر. تخيل انك تعيش في مدينة كلها معابد وكلها احتفالات، كلها سحر وجمال، وفجأة تفوق تلاقي نفسك حرفيا تحت المية. دي قصة مدينة كانوب اللي كانت جنب مدينة هيراكليون اللي اتكلمنا عنها في اول الحلقة، وشاركتها برضو نفس المصير. كانوب كانت مدينة المتعة في مصر القديمة، كان فيها أعياد ضخمة للآلهة المصرية، فيها سحر وفيها موسيقى وفيها ناس من كل حتة في العالم، لحد ما البحر قرر يبلعها كلها. الغواصين لقوا فيها تماثيل غريبة زي تمثال الإله سيرابيس اللي كان معبود في المدينة دي، ولقوا كمان عملات ذهبية وأواني سحرية، وحتى مقابر غرقانة وفيها هياكل عظيمة لسه لحد دلوقتي محتفظة بأثرها. بس الأهم اللي كانوب فيها لغز كبير. ليه المدينة دي بالتحديد كانت مركز السحر في مصر القديمة؟ هل فعلا كان في كهنة بيقدروا يتواصلوا مع الآلهة، ولا كلها كانت خدعة؟ الأسئلة دي لسه من غير إجابة لحد دلوقتي. الأسرار دي مش سهل النهاية ليها، كل ما نحفر كل ما نكتشف، كل ما يتفتح ملف قديم ونلاقي ورا الملف القديم ده 10 ملفات تانية وراه. مصر مليانة حكايات متخبية تحت الرمال، تحت المية وتحت الطين وتحت الشوارع اللي بنمشي فيها كل يوم. يعني لو انت حبيت الفيديو ده وعايز تعرف اكتر، ما تروحش اي حتة، عندي اسرار تانية هتخليك تتعلم اكتر وتعرف اسرار اكتر. مدن ضايعة وكنوز مسروقة ولعنات حقيقية وحاجات غريبة العلماء نفسهم مش عارفين يفسروها. فاشترك في القناة دلوقتي واضغط على زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد، لايك عشان لو عجبك الفيديو ده، وشير عشان كل اصحابك يعرفوا الاسرار دي. التاريخ مش ساكت وهو عايز يفضح كل اسراره، بس محتاج ناس زيكم تسمعوا. مصر قديمة ومصر غامضة ومصر مش زي اي حتة في الدنيا، فانتظرونا لان اللي جاي اخطر بكتير.